اشترك في قناة نبض ديزاد وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الأسرة الرياضية في الجزائر منذ قليل على وقع خبر صادم وفاجأة أليمة بعد الإعلان عن العثور على لاعب جزائري معروف جثة هامدة والحبل حول رقبته. وقالت العديد من الصفحات الموثوقة والناشطة على منصة الفيسبوك أن لاعب جزائري معروف عثرت عليه عائلته اليوم وهو متوفي ومعلق والحبل حول رقبته، حيث تم اختار مصالح الأمن المختصة والحماية المدنية والتي قامت بتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث. ويتعلق الأمر باللاعب مرزوق عبد الحميد والمدعو نونو، وهو لاعب سابق لوداد سكيكدا وعدة فرق أخرى.